النهارده مش هقول لك تعالى امتلك مزرعه 5 فدان نخل في قطاع بشاير، لا هقول لك تعالى عشان نشوف المزرعه بتاعت الباشمهندس سامح فرحات اللي اتزرعت من حوالي شهر. باشمهندس سامح فرحات ده راجل قاعد في الخليج بيشتغل، وقلت له تعالى خد لك مزرعه. قال لي مزرعه ايه؟ قلت له شويه نخل حلوين كده في حته حلوه مميزه. راح بعت الفلوس على طول وبعت له العقد، والنهارده بقول له احنا واقفين في مزرعتك في قطاع بشاير. شكرا على ثقتك فينا. النهارده الارض 5 فدان. السلام عليكم. احنا هنجور بكره ان شاء الله. ومزرعه بشاير دي من انقى وانظف المزارع على مستوى الوادي. انتاج وحاجه حلوه وسلاله ممتازه وجيده وعماله كفاءه ومهندسين كفاءه وتسميد منتظم. السمادات شغاله صح؟ السمادات شغاله ومنتظم وقريب انتظام. هنجور النخله دي امتى؟ يعني النخله دي هتتجور امتى؟ ان شاء الله الصبح باذن الله كده. باذن الله كده. باشمهندس سامح نخلتك هتتجور الصبح، يعني هنعمل جوره حوالين النخله ان شاء الله. التسميد والري شغال بقاله شهر. القطعه دي مزروعه من حوالي شهر تقريبا في اول رمضان على طول. 300 نخله 5 فدان، يعني 300 نخله، يعني الخير كله. ربنا قال لك يا باشمهندس سامح انت بتستثمر هنا في الرزق، لما قال لك والنخله باسقات اللي هتطلع المضيد رزقا للعباد. دي طبعا قطعه من القطع المميزه، ما اعرفش هي مميزه ليه، هي جايه كده. فيها 3 طرق رئيسيه وفرعيه، انت بتطل على طريق رئيسي هاتو يا ابراهيم، وطريق فرع يمين وطريق فرع شمال. اللي اختار لك القطعه دي بيحبك، ما اعرفش هو مين. وبعدين دي قطعه في صداره قطاع بشاير، دي قطعه 2، اول قطعه في قطاع بشاير. ما شاء الله عليك يا باشمهندس. قطعه 2 دي اول قطعه في قطاع بشاير، رغم ان هي مش متباعه اول قطعه، بس تقريبا كانت متعانه لصاحب النصيب.